السلام عليكم متابعي قناة اشحن عقلك. نعرض لكم اليوم صور مرعبة لظهور أشباح داخل المقبرة. التقطت هذه الصورة سيدة أرادت أن تصور قبر ابنتها المراهقة عام 1946 في مدينة كوينزلاند بأستراليا، وعندما تم تحميض الصورة ظهر انعكاس لطفلة صغيرة لم تتعرف عليها تجلس على القبر، بينما أكدت الأم أنه أثناء التقاط الصورة لم يكن هناك أي شخص في المكان. تمكن فتى بريطاني من التقاط صورة تظهر وجود أشباح حول أحد القبور في أحد مقابر الحرب العالمية الثانية في فرنسا، حيث تضم المقبرة جنود الألمان القتلى وقد تم دفنهم بالمئات فيها. وقد أثارت الصورة استغراب الجميع، حيث أكد الفتى أنه لاحظ وجود ما أشبه بالشبح فور التقاط الصورة، مشيرا أنه لم يره على الواقع ولكنه تمكن من ملاحظة ظهوره في الصورة. في عام 1991 تولى أحد الأشخاص أخذ صورة لمقبرة كانت خالية في ذلك الوقت، ولكن عندما نظروا إلى الصورة رأوا شخصية شبح أبيض يجلس على القبر. وللإشارة فإن هذه المنطقة هي من أكثر المناطق إثارة للرعب في الولايات المتحدة. وفي نهاية الفيديو، ما هي أكثر قصة رعبت؟ ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد إن شاء الله.